غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أخوتي الكرام، في الخطبة الماضية كنا نتكلم عن أحباب الله وتعلمنا من أحباب الله. فاليوم أريد أن أتكلم معكم عن مجموعة من ضمن هؤلاء. فهؤلاء إنما العلماء. وموضوع اليوم إن شاء الله يكون علم الدين حياة الإسلام. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. إخوة الإيمان، إن الله تبارك وتعالى مدح العلماء، مدحهم في كتاب الكريم وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال تعالى أيضا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فانظر يا أخي المؤمن كيف جاء في الآية ذكر الله ثم الملائكة وثم أهل العلم، وناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلالا. ويجعل الله عز وجل العلماء كغيرهم، ولم يجعل الله العلماء كغيرهم، فأخبر أنهم لا يستوون. فقال عز وجل في سورة الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا والله لا يستوون، والله لا يستوون. كيف يستوي العالم والجاهل؟ والعلماء العاملون هم أخشى لله من غيرهم. وما الكرامة عند الله إلا بالتقوى، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في كتابه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا يكون المرء من المتقين إلا بعلم ما أوجب الله عليه فيؤديه، وعلم ما حرم الله فيجتنبه. كيف يستوي العالم والجاهل؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء. وأي شيء ورث العلماء؟ أي شيء ورث العلماء من الأنبياء؟ إنما ورثوا العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. إن للعلم إخوة الإيمان فضلا ومزية، فإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. إخوة الإيمان، ولزيادة بيان فضل العالم العامل على العابد الذي حصل ما يكفي من العلم الدين من غير أن يصل إلى درجة العالم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وما ذاك إلا لعموم نفع العالم بخلاف العابد، فإن نفعه مقصور عليه. إن للعلم منزلة رفيعة إخوة الإيمان، ويكفي على ذلك دليل أن من لا يحسنه يدعيه ويفرح به إذا نسب إليه، ويكفي دليلا على ذم الجهل أنه يتبرأ منه من هو فيه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث البليغ على طلب العلم وطلب العلم الديني، فقال لأبي ذر فيما رواه ابن ماجه: يا أبا ذر، لئن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، أي من النوافل. وورد عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه البيهقي في شعب الإيمان: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين. فقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا ماذا؟ هل يعطيه مالا، نقودا، ثروة، قوة؟ لا، بل يفقهه في الدين. يعني من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذا هو الخير. فيا إخوة الإيمان، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علامة فلاح المرء وإرادة الله الخير لعبده أن يفقهه في الدين. فهل من مشمر للخير؟ والله فهم هذا علماء الأمة، فهم هذا الحديث علماء الأمة، فشمروا وطلبوا العلم حتى بلغوا ما بلغوا. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إن الاشتغال بالطلب العلمي أفضل ما تنفق فيه نفائس الأوقات. وذلك لأن في طلب العلم يا إخوة الإيمان أولا حفظ النفس، وثم حفظ الغيب. فالاشتغال بطلب العلم إخوة الإيمان أفضل ما تنفق فيه الأوقات، أفضل من نوافل العبادات البدنية، لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس، وأما النوافل العبادات البدنية فهي مقصورة على صاحبه فقط. ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه، ولا يتوقف العلم عليها. فإن العابد الجاهل قد يقوم بعبادة فاسدة تكون وبالا عليه. ولأن العلماء ورثوا الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وليس ذلك للمتعبدين غير العلماء. ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه، ولأن في بقاء العلم إحياء للشريعة وحفظا لمعالم الملة. فعلم الدين يا إخوة الإسلام هو حياة الإسلام. ولذا جاء في الحديث: ولفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. تخيلوا سبحان الله ما قيمة فقيه عالم، يعني 1000 عابد، لفقيه واحد هذا أشد على الشيطان من 1000 عابد. فلا يستوون، لا يستوي العالم والجاهل أو العابد العالم. فإن الشيطان يا إخوة الإيمان قادر على أن يزين للعابد الجاهل عملا باطلا فيوقع فيه
ويضله وغيره. وأما العالم الذي هو حق العالم، أي عامل بعلمه، فيغلب الشيطان بعلمه فيحفظ إسلامه وإسلام غيره من الناس. إخوة الإيمان، علم الدين حياة الإسلام. لذلك أمر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالازدياد من العلم، ولم يأمر نبيه في القرآن أن يطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، فقال عز وجل له: وقل ربي زدني علما. فاقتضوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم واطلبوا علم الدين وشدوا الهمة لتحصيله والتقوي فيه، ففي ذلك الفضل والدرجة الرفيعة في الآخرة، بل في الدنيا والآخرة. وحفظ أنفسكم وأهاليكم وبلادكم، وفي النهاية إسلامكم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. يا إخوة الإيمان، لابد أن نعرف جيدا قيمة هذه الدنيا، قيمة هذه الحياة في هذه الدنيا. فإن الله يقول في كتابه: إنما الحياة الدنيا، الآن يأتي شرع. ما هو حياة الدنيا؟ إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فإن سألتني ما هي قيمة الدنيا فأجاوب بهذه الآية. فالدنيا كلها قيمتها هذه 4 أشياء. فمن منا يجتهد في هذه الدنيا أن يتعلم شيئا يفيده في الدنيا، في مهنته، في حياته، في شغله، في تجارته، في مكسب مال، فإنه يضيع نصيبه من الآخرة. فأقول لي أولا ثم لكم إن الحياة قصيرة. أمس ولدنا، اليوم نعيش، ولغدا سنعود إلى ربنا. فاغتنموا حياتكم قبل مماتكم، ووقتكم فراغكم قبل انشغالكم، وصحتكم قبل المرض. أنتم الآن في صحة، واستخدموا هذه اللحظات القليلة، فإن الحياة قصيرة. والله إن الحياة قصيرة. انظر إلى نوح، عاش 1000 عام إلا 50، بل عاش أكثر، لكنه دعا القوم 1000 سنة إلا 50. فتخيلوا هذه السنوات وتخيلوا عمرنا نحن. إذا كنا نعيش 100 سنة، فما هي 100 سنة مقارنة ب1000 سنة؟ لا شيء. أنتم تعرفون كم سريعا يفوت منا الأوقات في هذه الدنيا. فلذلك أقول لنفسي أولا ثم لكم: إن والله في تعلم الدين فيه خير. ربما أحد منكم يبذل جهده لتعلم المهنة ولتعلم الأشياء التي تفيد في الدنيا، لكن أين نصيبك من الآخرة؟ أين نصيبك من الدين؟ أكثركم هاجرتم إلى هذه البلد ليس لأجل الدين، بل لأجل مكسب وحياة الدنيا، أليس كذلك؟ فأنتم الآن هنا في استقرار، ولكم شغل وفلوس ونقود وصحة، وكل ما يتمنى الناس في بلاد أخرى، وأنتم الآن هنا في أمان. وقد نسيتم نصيبكم من الآخرة، وقد نسيتم تعلم الدين. فكم مهم لنا أن نتعلم الدين صحيحا، ثم أن نعلمها لأولادنا ولأحفادنا. إذا تركنا هذا فنترك الإسلام. فلذلك تعلم الدين هو حياة الإسلام. لو لم يكن هناك العلماء ما كنا نعرف شيئا عن ديننا، وكان يضيع منا الدين سبحان الله. لكن بفضل الله عز وجل رزقنا بعلماء وبعلم، فلا بد لنا أن نطلب الزيادة كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله في القرآن، فقال: ربي زدني علما. فلا بد لي ولكم الأول أن نطلب من الله أيضا هذه الزيادة ونتعلم. يعني ممكن ربع ساعة، ممكن نصف ساعة،
إذا استطعت ساعة من يومك 24 يوم 24 ساعة في اليوم استخدمها لتعلم الدين. ربما بعضكم من عمري وصل إلى 40 أو 50 أو 60، أسأله ماذا فعلت في هذه السنوات؟ هل أنت الآن حافظ الكتاب، حافظ القرآن، أو تحفظ شيء من الحديث؟ وكان لديك 40 سنة أو 50 سنة من عمرك، ماذا فعلت؟ ماذا فعلت بعمرك؟ كما أنت تجتهد في هذه الدنيا لأجل الدنيا، لا تنسى نصيبك للآخرة، واجتهد أيضا أن تتعلم دينك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.